السلام عليكم. القرص دي مش عادية، دي طرية لحد اخر واحدة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا النهاردة القرص دي ازاي. اول حاجة، يعني انا عاملة كمية دقيق، بس انا هقول لكم مقدار الكيلو بس. كيلو الدقيق بياخد 4 معالق سمسم او 3 زي ما تحبي، معلقة نص معلقة ملح، بياخد نص كوباية سكر لو عايزاها مظبوطة، علشان مثلا لو هتحبي ان انتي تحطي عليها جبنة بعد كده تدينيها جبنة ولا حاجة. لو عايزاها عادية مظبوطة اللي هي الحلو بتاعها حلو، يعني يبقى نص كوباية سكر بس. هنحط معلقة بيكنج باودر وكيس خميرة، ده للكيلو. يبقى الكيلو الدقيق معانا حطينا له معلقة ملح صغيرة، حطينا له معلقة بيكنج باودر، حطينا كيس خميرة، وحطينا نص كوباية سكر. وهقلب ده كله مع بعضه في الاول في الدقيق. بعد كده نيجي بقى للزيت، هنحط ربع كوباية زيت وتلات ارباع كوباية سمنة، يعني المقدار كله كوباية سمنة على زيت زي ما انت عايزة تحطي التلت زيت والتلتين سمنة زي ما انت عايزة تحطي ربع زيت والتلات ارباع سمنة، برضو دي حاجة تريحك. بس كتري السمنة ما تكتريش الزيت عشان تبقى طرية معاكي، الزيت هو اللي بينشف القرص معاكي. ده برضو للكيلو دقيق، يبقى حطينا كوباية سمنة على زيت. هنقلب ده كله مع بعضه، وهبس السمنة في الدقيق لحد ما كله كده يختلط ببعضه والدقيق يشرب معايا كمية السمنة والزيت اللي انا حطيتها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، اللي هو امسكها كأنها تتجمع كتلة وبعد كده تتفروت معايا. ببسها بالطريقة دي لحد ما كل السمنة والزيت تدخل في الدقيق. بعد كده هنبدأ بقى نعجن. هنعجن بإيه؟ معاكي حرية الاختيار، ممكن تعجنيها بلبن، ممكن تعجنيها بزبادي ولبن مع بعض، ممكن تعجنيها برايب. ده اللبن اللي انا بعجن بيه، ده اللبن اللي انا يعني بيبقى بعد ما بعمل وش اللبن وباخد منه الزبدة، اللبن اللي بيتبقى ده هو اللي انا بعجن بيه القرص. بدفيه على النار وبضربه كويس في الخلاط وبيبقى قوامه زي ما انتوا شايفين كده. هاخد منه زي كوباية، هحط لها معلقة كركم، دي اختياري لو انت حباه، بس هو الكركم طبعا مفيد للمناعة كويس قوي يعني للاطفال وكده، فعشان كده انا حطيت معلقة كركم. لو مش عايزة تحطي كركم برضو ده شيء يريحك ما تحطهوش. بعد كده هنزل باللبن بتاعي حبة حبة، وهعجن حبة حبة وهعجن لحد ما توصل معايا القوام بتاع العجينة زي ما هتشوفوه دلوقتي. مش هقدر اقولك معيار لان طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انا عايزة العجينة تبقى بالقوام ده كده. بعد ما هتأكد انها اتعجنت معايا كويس، اخر حاجة هحط لها حوالي 3 معالق قشطة، ده اللي هو وش اللبن اللي احنا بنشيله من على اللبن بتاعنا من فوق. لو مش عايزة تحطيها براحتك، بس هي بتدي قوام حلو قوي للقرص، وهي دي اللي بتخلي لك القرصة بتاعتك طرية، هي والسمنة. بصوا حتى هتلاحظي ان شكل العجينة مختلف عن ما كنا الاول قبل ما نحط القشطة عليها. هغطيها بقى واسيبها تخمر، وبعد كده هنعمل العجوة. دي العجوة برضو اللي احنا عملناها مع بعض. هحط حوالي 3 معالق سمسم، ولو عندك معلقة قرفة كده عليها تبقى حلوة قوي، بتخلي طعم العجوة حلو قوي. هبل ايدي بالزيت كده وهعملها كور، يعني حجمها كده زي الزيتونة الكبيرة، وبعدين هعملها زي ابططها كده زي قرصة صغيرة كده، عشان لما نيجي نحشيها في القرصة تبقى واخدة القرصة كلها، تبقى فيها العجوة، ما تبقاش العجوة في نص القرصة بس، لا تبقى واخدة محيط العجوة بتاعتك كلها، القرصة كلها بتاعت اللي فيها العجوة يعني. خلصت كمية العجوة بتاعتي كلها، وبعد كده رجعنا العجينة كانت خمرت زي ما انتوا شايفين. هبتدي على طول اقرص منها، انا مش هفش الخمران بتاعها، انا هقرص منها على طول كده. الحجم ده لو انا هعملها سادة، بعمل كل الكور بتاعتي بنفس الحجم ده وبسيبها لحد ما ترتاح، وبعد كده ببططها. ده لو انا هعملها سادة. لكن لو هعملها بالعجوة هاخد مثلا نفس حجم القرصة زي ما هي برضو، بس هفردها على ايدي زي ما شايفين كده بالظبط، واحط العجوة في النص، وبعد كده هقفل عليها بالعجينة زي ما انتوا شايفين. هقفلها بقى كويس قوي، وهدوس عليها حاجة بسيطة كده واحطها في الصاج على طول. وبرضو السادة هحطها في الصاج على طول وهرصها مكانها، بس هسيبها لما ترتاح وبعد كده ادوس عليها. واللي بالعجوة برضو هنسيبها لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا، وبعد كده هنبططها وندوس عليها.
بفردها كده وبحط العجوة في النص، وبعد كده بقفلها بالجناب كده. ولو لقيت حجم العجينة كبير وانا بفردها بشيل منها عادي وادوس عليها كده. هنا كنا خلصنا الكمية اللي هي بالعجوة، بسيبها طبعا مسافة كويسة يعني، علشان لما لسه هفرد هدوس عليها طبعا هتاخد المسافة اللي احنا سايبينها دي. الصاجات الصغيرة دي يعني خدت كل صاج 6 قرص بالظبط، عشان على حسب الحجم يعني. لو عايزة تصغري الحجم شوية دي حاجة ترجع لك براحتك. هنا كنت بفردها كده بالطريقة دي، خلاص هي كده ارتاحت، بتتفرد معاكي بكل سهولة. وبعد كده هركنها على جنب وهغطيها علشان تخمر معايا للمرة التانية. يعني انا كده يعتبر خمرت القرص 3 مرات، مرة في العجينة، ومرة بعد ما حشيتها بالعجوة او لو كانت سادة، والمرة التالتة بعد ما بتبططيها بتسيبيها تخمر تاني. بصوا انا بوريكم انها خمرت ازاي اهي. في الوقت ده بقى هشغل الفرن تسخن معايا كويس قوي، وبهدي الشواية خالص. وبعد كده بحط على الشبكة على طول، بتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتاخد حوالي من 10 لربع ساعة، يعني من 10 دقايق ل15 دقيقة، مش اكتر من كده. بتطلع معاكي بالطريقة اللي انت شايفاها دي. بصي دي اللي الاولانية دي اللي كانت السادة، ودي اللي بالعجوة. بصوا بقى العجوة واخدة القرصة كلها وطرية جدا. بصوا انا بضمها في ايدي طرية ازاي وهشة قوي. دي كمية طبعا اللي احنا عملناها كلها. جربيها، سهلة جدا وما بتاخدش وقت، وموفرة معاكي قوي، وطعمها حكاية.